بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن قراءة الجناية، ازاي اقراها؟ انا كمحامي هقراها ازاي؟ اقراها ليه؟ احنا بنقرا القضية علشان نفهم، احنا كمحامين اللي نفهم المجني عليه فاهم ايه؟ اطراف الدعوة كلهم فاهمين ايه؟ سواء الضابط او سواء النيابة او سواء المحكمة هتفهم ايه؟ شهود الاثبات فاهمين ايه؟ شهود النفي فاهمين ايه؟ النيابة لما عملت قرار الحالة كان فهمها ايه؟ ولو القضية فيها حكم غيابي اعرف القاضي فهم ايه وادى حكمه بناء على ايه. يبقى اول سبب واهم سبب انا كمحامي بقرا القضيه ليه، وسبب قراءة القضية بتمعن هو فهم للواقع، فهم لموضوع القضية، وفهم للناس دي فاهمة ايه وشايفة ايه، رؤية كل طرف من اطرافها ايه، عشان اقدر اعد الخطة للدفاع سواء كان عن المتهم او عن المجني عليه. يبقى لازم الاول انا افهم الاصل ان المحامي هو المستشار الخبير والناصح الامين للمجني عليه او للمتهم او اهله او لاي موكل عنده عموما. يبقى لازم وانا بقرا القضيه ابحث في الادوار، في المعلومات، فيما بين السطور، ما وراء الكلمات، ما وراء الجمل، واحلل كل كلمه تحليل الخبير في كل المجالات. ولو في مجال ما اعرفوش بسال اهل الخبره، وده دوري سواء كنت بدافع عن المتهم او بدافع عن المجني عليه او اي قضيه تانية. مش لازم تكون جنائي، ممكن تكون مدني او تجاري، اي قضيه دوري ان انا افهم وافهم الناس. طب ازاي انا بقرا القضيه؟ اول حاجه لازم افرق بين حاجتين، اذا كان القضيه دي جديده لم يتم الحكم فيها ولا سبق الحكم فيها وهو المتهم بيعمل اعاده اجراءات. في حاله اذا كانت القضيه اتحكم فيها قبل كده يبقى انا ببدا اول حاجه اقراها هي حكم المحكمه، ولازم ابدا بقراءه الحكم، لان في ناس كتير بتقول مش مهم الحكم ده كده كده غيابي وهيتلغي. لا، ده الحكم ده معناه ان القاضي فهم ايه من الورق، فالفهم اللي عند القاضي ده او العقيده اللي اتكونت عند القاضي انا لازم اعرفها علشان اعرف ازاي هاثر عليها وازاي هغيرها. وكمان الحكم ده بيبين لي نقط اقدر من خلالها اعد خطه الدفاع بتاعتي، هعرف من خلالها انا هجيب مستندات ايه عشان ارد على الحكم القديم ده، لان هو ده فهم القاضي. هقدر من خلالها ادفع دفوع معينه، ودي طبعا حاجه مهمه جدا. طيب بالنسبه بقى للقضيه الجديده لازم احدد الاول اذا كان المتهم مخلى سبيله ولا محبوس على ذمته. مخلى سبيله منها او مش محبوس يبقى انا بكده ايه، عندي فرصه اقرا واقرر. طيب انا كده قرات الحكم، ولو مفيش حكم ببدا بقرار الاحاله وادله الثبوت. يبقى الحكم الاول قرار الاحاله وادله الثبوت، بعد كده ببدا بالتسلسل التاريخي. ايه اللي بدا الاول؟ اول كلمه اتكتبت في القضيه كانت ايه؟ هل هي محضر اكتشاف الجريمه؟ دي كانت جريمه قتل، لقوا واحد مقتول في حته معينه، فمحضر اكتشاف الجريمه ده هو بدايتها، انا ببدا بيه. النيابه جت بعد كده، بعدها النيابه، يبقى انا ببدا بمين اكتشف الجريمه. واول كلمه اتكتبت في القضيه دي ايه؟ لو هو محضر قتل او هو محضر سرقه يبقى بلاغ مثلا من المسروق، او هتك عرض يبقى بلاغ من المجني عليه. يبقى انا ببدا من اول التسلسل التاريخي للاحداث. طيب يبقى البلاغ، وبعد البلاغ هل الشرطه عملت اجراء سواء كان سؤال المجني عليه او المبلغ او شهود او جيران، عملت تحريات ولا شرطه بلغت النيابه على طول؟ طب وصل البلاغ للنيابه، هل النيابه عملت معاينه؟ هل سالت المجني عليهم او الشهود او المبلغ؟ والقرار اللي طلع ايه؟ هل هو طلب تحريات او عرض على الطب الشرعي او طلب سماع شهود او عملت اذن ضبط واحضار؟ لو طلبت تحريات هنقرا التحريات، ولو ان المتهم موجود النيابه بتساله وبتسمع شهود الاثبات وشهود النفي، ولو في دليل او حرز النيابه بتطلب التقرير الفني سواء طب شرعي او معمل جنائي او اي جهه فنيه ثانيه، بتطلب تفريغ الكاميرات وعرضها على الجهه الفنيه عشان تعمل تقرير. وفي الاثناء دي النيابه ممكن تسال شهود الاثبات زي ضابط التحريات، مأمور الضبط، او اي شاهد تاني. ولما التقارير الفنيه بتوصل النيابه بتفرغها جوه محضر التحقيق، ومن حق النيابه انها تسال الفني اللي عمل التقرير ده سواء كان الطبيب الشرعي او اللي فحص الحرز او اللي فرغ الهاتف او اللابتوب او الكاميرات. وممكن تعيد سؤال المتهم والشهود الاثبات او شهود النفي بعد التقرير ما جه. وبعد النيابه ما تخلص التحقيق بتعمل طبعا مذكره بالراي وبتحيل القضيه للمحامي العام اللي بدوره بيحيلها للمحكمه الجنائيه المختصه. وطبعا بيبقى مع قرار الاحاله في قائمه اسمها قائمه ادله الثبوت، دي بيبقى فيها كل الادله على اتهام المتهم ده، ومن خلالها انا بعرف ليه النيابه اتهمت او اختصمت المتهم ده بالذات، وبعرف فهم النيابه للورق كله ايه من خلال قرار الاحاله وقائمه ادله الثبوت. وبعد ما خلصنا قراءه القضيه كلها وطلعت منها بنقط معينه لفتت نظري، ببدا اعيد قراءتها من جديد من الاول وجديد، لان النقط اللي انا طلعتها في القراءه الاولى غير النقط اللي هطلعها في القراءه الثانيه. النقط اللي طلعتها في القراءه الاولى دي ملاحظات
طلعتها وانا جاهل، انما لما بقراها للمره الثانيه دي نقط وملاحظات بطلعها وانا عارف كل حاجه في القضيه ايه هي، بعد ما وصلت لي كل المعلومات. وبعد ما خلصت قراءتها للمره الثانيه انت كده اصبحت جاهز لاعداد الخطه بتاعتك للدفاع. خلاص انا عارف ايه اللي مطلوب مني عشان اثبت براءه المتهم ده، او اثبت ادانته، او اثبت ان صاحب او المجني عليه له حق، او اثبت الحق اللي انا بطالب بيه. وانا بعيد تاني، لازم نقرا القضيه مره تانيه، فهمي من القراءه الاولى غير فهمي من القراءه الثانيه، ولازم نخلي بالنا. ولو نقدر نقراها مرتين وثلاثه واربعه مفيش مشاكل، ساعتها بس هنكون قادرين ان احنا نعمل خطه الدفاع ونقرر انا همشي ازاي، وعايز ايه من اهل المجني عليه، او عايز ايه من اهل الموكل بتاعي عشان يحضرهولي، عايز مستندات معينه، عايز ايه من المحكمه هطلبه منها لو عايز تصريح او عايز حاجه عشان يساعدني ان انا اوصل لان انا اكسب القضيه. وبكده اكون خلصت قراءه القضيه بالكامل، ويا رب اكون فدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.